حقوق الإنسان لأداء رسالتهم النبيلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإشاعتها كما هو متعارف عليها دوليا. وإذا كان هذا التضييق على الحركة الحقوقية منفك يتخذ منحى خطير وممنهج منذ التصريح العدواني ولا مسؤول لوزير الداخلية داخل مبنى البرلمان يوم 15 يونيو الماضي، حيث باتت دائرته لتشمل مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والمنظمات النقابية والسياسية. لذا فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نالت نصيبها الأوفر منه، وهو ما تجسد في إجراءات التضييق والمتابعات والاعتداءات والتشهير المبني على الادعاءات الكاذبة والمغرضة. وما المنع الممنهج لأنشطتها التي تجاوز عددها 70 منعا رغم إدانة القضاء لممارسات أجهزة الدولة وبعض القطاعات الوزارية ذات الصلة بهذه الانتهاكات. كما أنه محليا قد نالت الحركة الجمعوية والحقوقية نصيبها من ذلك، إذ أن باشا مدينة تازة لا يتسلم الملفات القانونية للمكاتب الجمعيات والنقابات ولا يكلف نفسه منح التراخيص المؤقتة أو النهائية، ورغم أنه يتم إيصاله في بعض الأحيان عن طريق العون القضائي، فإن باشا مدينة تازة هو فوق القانون ولا يعطي للقانون أي اهتمام، بل إنه يتمادى في منع الجمعيات من التأسيس. لقد طال المنع والتضييق على الجمعيات بتازة حوالي 13 جمعية ثقافية واجتماعية ورياضية وجمعيات آباء التلاميذ، وكذلك 9 نقابات 9 مكاتب نقابية. لم يكلف السيد باشا مدينة تازة نفسه على استلام هذه الملفات، وبالتالي منع وصولة الإيداع المؤقتة والنهائية كما يقول بذلك القانون. وفي تطور خطير ومثير وبعد العديد من التهديدات والمراسلات والادعاءات الكاذبة والتدليسية من طرف سلطات ولاية الرباط، أقدمت قوات البوليس بالهجوم على مقر المركزي للجمعية واقتحمته، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان هجمت قوات البوليس يوم 15 فبراير الأخير على المقر المركزي للجمعية وداست حرماته وعنفت المداومة من داخل المقر الرفيقة البوسيدي ربيعة. وباسم كافة مناضلي ومناضلات الجمعية أحيي الهيئات الصديقة الحاضرة معنا في هذه المحطة الاحتجاجية، وكل المناضلين والمناضلات والمواطنين والمواطنات الشرفاء الذين لبوا دعوتنا للتعبير الجماعي عن غضبنا مما يطال الحقوق والحريات من انتهاكات متصاعدة، ومما تتعرض له الحركة الحقوقية والمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان بالمغرب من تضييق مستمر واعتداء ومنع من أداء رسالتهم النبيلة.